جابر بيلعب له كرة عرضية. الله على الفضيحه، اقسم بايات الله فضيحه، اقسم بايات الله فضيحه، اقسم بايات الله فضيحه. لما لعيب يتعدى على الحكم ويضرب بالقفا جملة انذار. طه انت معايا؟ معاك حافظ عليك. انا قبل ما اكلمك عن وش بتاع ضربه الجزاء ده، ايه الاداء الرايق ده؟ ايه الاداء ده؟ بتمرنوا محمد سيراميكا، بتمرنوا محمد بسام. الان النهارده كل كوره تجيله محمد بسام بضاعه خلصيه حلوه ميتمي واخدها جول. طب تعالى الناحيه الثانيه شمال خدها بسام يجي ميتمي واخدها. وفي الاهلي ضايعه الاهلي، الحق الاهلي. فين يا ابني الاداء؟ ايه الاداء الرايق ده؟ مين اللي بيدربكم والله؟ يعني مين بيدربكم؟ طب مفيش حاجه اختراعات من دماغ خالص؟ مفيش اي ابتكار خالص؟ زيزو كل كوره تجيله يعني ما عادش بيفكر يشوط، ولما بيشوط يطلع بره، يعني ما عادش في دماغه حاجه غير انه يرفع اي كوره بتجيله يعني سانحه للتسديد بيرفعها. هل ده اداء انت مقتنع بيه؟ ب 3 جنيه انت مقتنع ان زيزو ده بيقدم اداء فشيخ؟ انا ما اعرفش يعني اللي باين شويه في الاداء، باين ايه شويه في الاداء، والباقي يعني مكسحين شويه، مكسحين بيلعبوا النهارده. اقول لك على حاجه، تيجي مثلا اللي فلقوا اللي خلفونا بيه ده ساب الاحتراف وجه الاهلي حبا في الاهلي وابن النادي تات ماشي يا عم اختلفنا. كل كوره تجيله بيفكر يعني في الار 2 هتجيله ازاي على ار 2، بيفكر اي يعني بقى تفتح دماغ زيزو وتلاقي عرضيات رايح يعرض، بس هو عرضيات بس يعني تفتح دماغ دي سجايه تلاقيها بيقول لها ار 2 عايز العب ار 2 يا عم، وده اداء؟ هي دي كوره؟ ده انتوا النهارده قاعدين محمد بسام يعني في حصه تدريبيه فشيخه، والنهارده يعني الدنيا قامت ما عادتش على ضربه الجزاء. بس اللي كان في ضربه الجزاء بس الاخر كده علينا كلام كبير هقول لك قدام. ايمن موكا مش عايز اقول لفظ وحش، ايمن موكا ده اللي جات له كوره في الدقيقه 90 ولا في الدقيقه 85 يا ابني جات له كوره انفراد الله يخرب بيتك، دي كوره تضيع. الواد محمد عبد الله اقسم بايات الله قلتها لك، الواد ده عنده موهبه باينه، الواد ده عنده اساسات الكوره، الواد ده بس لو شويه صبر مع شويه تحقيقات الواد ده هيعدي ادخل لعيبه في الاهلي، وده اللي قاله مشكله النهارده وقلت لك قبل كده. محمد عبد الله لعيب كوره جامد، لعيب كوره يجي منه، لعيب كوره عندك سلاح فتاك احسن من اي جناح في الاهلي بامانه الله. هو الراجل ده دافع لي فلوس عشان تقول الكلام ده؟ الاهلي النهارده ولا اي حاجه في الكوره عشان تبقى عارف، والله ما عمل حاجه. انت ممكن تكون وده رايك على دماغك عشان تبقى عارف عمل ماتش كويس لكن ما عملش كل ده كله، ما عملش. الاهلي ما كانش الاخطر اللي يخليك حاسس ان الاهلي زي لحظه يجيب جول. كل كوره تيجي الاهلي في ايد محمد بسام، الفينش صفر من كل اللعيبه، من زيزو من تريزيجيه من اي حد، حتى مروان عثمان، اللعيبه كلها ده زفت الطين. الحكم حط هتعمل خطوه ما غلطش في اي حاجه الا الكوره اللي عليها اشتباه في ضربه الجزاء، كوره احمد هاني وجاي لنا قدام دلوقتي، انا جاي لنا قدام دلوقتي حلو. لكن انت النهارده ادائك في الملعب ولا اي حاجه ولا اي كلام موجود، ولا انت شايف اصلا اي كوره ولا اي جمله متخططه ليها. تعالى بقى خلصنا كل الكلام اللي عايز اقوله، تعالى لضربه الجزاء. المشكله الكبيره والله طلعت اقولها قبل شيكابالا يقولها، كنت في دماغي اقولها لك. انت النهارده كوره انا بقول لك هي جايه هنا مش جايه في دراعه هنا، هي جايه اهو في الحته دي ما بين الجسم وما بين الايد، وده اللي قاله على فكره ايمن بتاع احمد هاني عشان تبقى عارف. والله انا ما شايفها بنسبه كبيره ضربه جزاء. النهارده احمد ايشو طلع يقول لك ايه 7 خبراء وكابتن ناصر عباسي الاهلاوي ومش عارف مين اللي هم اصلا محسوبين على الاهلي، يعني ذكرهم دول محسوبين على الاهلي، وهم دول برضه لما كانوا بيحكموا الاهلي كانوا بيطلعوا يقولوا عليهم حكام زملكاويه. هي دي نفس الناس اللي بيستشهدوا برايهم النهارده بيقولوا عليهم، كانوا بيقولوا عليهم زمان ناس زملكاويه وهم اصلا اهلاويه ابا عن جد، وبسبب الاهلي والزمالك. هل انت مش دي اخت ضربه الجزاء بتاعت السيراميكا؟ قال لك اصل زمان الكوره خبطت في رجلي فرده. اقسم بالله الكوره اصلا بتاعت ايمن موكا دي الكوره جايه اهو، بتاعت احمد هاني جايه اهو، مش عارف ليه ايمن موكا الله يخرب بيتك، يعني زي خلصناها من الصداع ده. هقولها لك بمنتهى الامان، الاهلي ظلم، ممكن يكون ظلم، ممكن يكون ظلم، وانا ما بحبش اتكلم عن التحكيم شويه سواء اهلي او زمالك غير ما تبقى فضيحه، وانا مش شايف دي فضيحه لان فيها احتماليه ناس هتقول لك ضربه جزاء وناس مش هتقول ضربه جزاء. لكن انت النهارده سيبك بقى من ضربه اجماليا في الملعب عملت ايه؟ هيجي واحد يقول لك يا عم طب انا وحش اديني حقي، ما انا اقول لك انا مش شايفها على الضجه التحكيميه الكبيره الفشيخه دي. انت النهارده عشان انت عارف ان ادائك سيء وما كنتش موجود، وهقول لك على حاجه، مش الاهلي هيتعصب الماتش ده، هيتعصب في ماتش كان وبكره هتطلعوا تشتموا اللعيبه. انت النهارده ده في كوره والله ده في فضيحه هحطها يمكن هحطها في بدايه الفيديو. محمد الشناوي بعد الماتش بيضرب الحكم بالقفا، محمد الشناوي بيضرب الحكم بالقفا، هل هيقف على كده؟ هل المنظومه سيبك بقى من هقول لك حاجه بقى، ظلامكم مرتشي عمل اي حاجه يستاهل الضرب بالقفا؟ يا نهار ازرق على الفضيحه، اقسم بايات الله فضيحه، اقسم بايات الله فضيحه، اقسم بايات الله فضيحه. لما لعيب يتعدى على الحكم ويضرب بالقفا يا نهار ازرق. يلا يا ابني هقول لك حاجه، قلت لك وهقول لك تاني، انت عارف وانا عارف ان هي ممكن تكون مثلا على ارائك انت او شكلك انت او تفكيرك انت ضربه جزاء، فانت النهارده اصلا فبتحمل حاجه كل حاجه وانت لك زفت الزفت
فانت النهارده حكم مصري ينضرب بالقفا والله العظيم خير بيت يا جدعان. في النهايه حتى لو الاهلي كان كسب سيراميكا النهارده، انا قلت لك الاهلي هيتعثر، وقلتها لك وهقولها لك تاني عشان شويه الحنايك اللي هيخشوا يعلقوا على الفيديوهات. كل الفرق هتتعثر، المصري تعثر، سموحه تعثر، الاهلي تعثر، سيراميكا النهارده هتبقى تعادل تعثر، فلسه الزمالك ومازا هيتعثروا. الست ماتشات مفيش حد هيطلع من غير بشله في وشه. وقلت لك قبل كده مش دي الماتشات اللي هيبقى عليها تحديد بطل الدوري. ماتش الزمالك وسيراميكا، الزمالك والاهلي، الاهلي وبيراميدز، بيراميدز والزمالك، الماتشات دي هي اللي هتحدد شكل بطل البطوله. لسه بدري، وقلت لك هقولها لك تاني عشان هيطلع يتكلم. انا مش طمعان في الدوري، انا عيني على افريقيا نقطه من اول سطر. انا قلت لك رايي، ولو كلامي عجبك يبقى ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وفعل زر الجرس. ما عجبكش كلامي ممكن تقول عليا في الكومنتات. ان شاء الله نشوف حاجه جديده، والسلام.